طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. دورة تدريبية لأعضاء وزارة الإعلام. نمو أعداد المتبرعين بالدم في مصوع. عمليات جراحية ل 75 مواطنا حول زرقة العين. ضربات جوية إسرائيلية قرب العاصمة السورية دمشق. غرق 103 شخص في انقلاب قارب بنيجيريا. مقتل جنديين والثالث بحالة خطيرة باليابان بإطلاق نار للجيش. من العناوين إلى التفاصيل. نظمت وزارة الإعلام دورة تدريبية ل 71 من أعضائها بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية ومحطة تلفزيون وإذاعة الصين لرفع الكفاءة والنوعية الإعلامية. وجاءت الدورة التدريبية التي جرت من 25 من مايو حتى 14 من يونيو مواصلة لتدريب المنظم عام 2019، وركز على البث الرقمي للتلفزيوني والإذاعي الأرضي والفضائي، مشتملا على المونتاج الرقمي وبث الصوت الرقمي والنظام الهوائي الداعم والموجات الصوتية. أشرف على التدريب النظري والتطبيقي والاختباري خبراء تقنية حديثة من الصين. وشكر وزير الإعلام السيد يماني قبر مثقل في مراسيم تخريج سفير جمهورية الصين الشعبية سيغاي مع زملائه ووزارة التجارة الصينية والمستشار الاقتصادي السيد ويجبين والمشرفين على الدورة التدريبية والمتدربين، موضحا بأن التدريب مميز لكونه قدم بعد دراسة استطلاعية لجهات وزارة الإعلام ذات الصلة حول التدريب المطلوب. وقال أنه لمس بأن التدريب كان إيجابيا من التقييم الذي خرج به المدربين والمتدربين، وستقوم وزارة الإعلام بدراسة موسعة للمساعدة في التدريب الذي ينظم مستقبلا. وأوضح السفير الثيغاي أن عملية النقل الرقمي الإذاعي والتلفزيوني في الصين قد مرت بعملية استكشاف واختبارات طويلة، وقد تحقق التطور التقني الهام واكتساب الخبرة خلال المسيرة. وهدفت الدورة التدريبية لتبادل التجارب وتعزيز الشراكة الثنائية في مجال وسائل الإعلام الجماهيري بموجب العلاقات الأخوية المتينة بين إريتريا وجمهورية الصين الشعبية. وذكر ممثل الخريجين أن التدريب يدعم خبراتهم السابقة ويصقل معرفتهم ويساهم في نوعية البرامج المنتجة، مؤكدا لنقل المعرفة المكتسبة إلى زملائهم تطبيقا في العمل. وقام المتدربون بتجارب عملية في إنتاج الأفلام والإخراج والبث الرقمي في المحطات الأرضية للإذاعة والتلفزيون. وأشار المشرفون على التدريب بأن العمل الجماعي الذي صاره المتدربون يؤشر على إمكانية ارتقاء نوعي وكفاء لمجال الإعلام في إريتريا. في إطار الفعاليات الجارية بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم، أوضح ازدياد عدد المتبرعين الطوعيين بالدم بفضل التوعيات الجارية في إقليم شمال البحر الأحمر. وقال مسؤول الجمعية في الإقليم السيد أحمد جعفر أن ذكرى 14 من يونيو يجرى لامتنان المتبرعين والعمل للتقليل من الأمراض الناجمة عن نقص الدم ونمو أعداد المتبرعين بإبراز أهمية التبرع بالدم. وأوضح مسؤول فرع الصحة الدكتور هينول تكي أن الدم المتبرع به طوعيا في الإقليم جاء يزيد عن الدم المتبرع به أسريا، مثمنا القائمين بهذا العمل النبيل داعيا إلى مزيد من الإخلاص لمزيد من الفاعلية. وذكر المدير التنفيذي لإدارة الإقليم السيد كبروم عند ميكائيل مكانة التبرع لإنقاذ الحياة التي لا تتعوض بالدم الذي يعوض، منوها تشجيع وتحفيز إدارته لمثل هذه الأعمال النبيلة. هذا وتم إحياء 14 من يونيو في كل من نقفة وجنداع.
أجرى الأطباء القادمين من مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي عمليات جراحية ل 75 مواطنا في مديرية صورونا حول زرقة العين. وأوضح أخصائي جراحة العيون الدكتور بسرات والدقرقيس نجاح العمليات التي أجريت في الفترة من السادس وحتى 12 من يونيو، مثمنا مساهمة أعضاء عيادة صورونا ودعا المواطنين الذين أجريت لهم العمليات لعدم الانحناء والتحرك ورفع أشياء ثقيلة لفترة 40 يوما. وشكر المواطنون الذين أجريت لهم العمليات للعمليات الجراحية التي أجريت لهم مؤكدين تنفيذ الإرشادات المقدمة لهم. نظمت في مديرية سنعفة في الفترة من 29 من مايو حتى 2 من يونيو لعام 2023 حملة تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 9 وحتى 14 عاما. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد أسير الأزهر أن التطعيم قدم في 33 مدرسة و8 مؤسسات صحية و15 نقاط تطعيم مؤقتة، وتم تطعيم أكثر من 4300 فتاة. وأشار إلى أن سرطان عنق الرحم يعد من أكبر تحديات الصحة الشعبية، وإن العلاقات الجنسية غير الآمنة تعد من أساليب انتقال المرض الرئيسية، ويمكنه التحول من سرطان الرحم بعد 15 إلى 20 عاما من الإصابة، ويكافح التطعيم 95% من الإصابة بالمرض. ودعا الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للقيام بمتابعة جادة لتطعيم كافة الفتيات والاستفادة من التطعيم. وأوضح تجاوز التحديات التي واجهتهم في الثلاث إدارات ضواحي في المنحدرات الشرقية والمناطق البعيدة الواقعة في أماكن غير ملائمة بفضل مساهمة وكلاء الصحة الريفية والأطباء والمعلمين والأشخاص المؤثرين. قدمت وحدة القدرات البشرية في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية ل 46 عضوا في إدارة مديرية جندع، بينهم 18 عضوا حول الخطط والإدارة استمرت لأسبوع واحد، وهدفت لرفع القدرات المهنية وتقديم خدمات نشطة. وأوضح مدير المديرية سيد عمر يحيى في مراسيم التخريج التي جرت خلال 8 من يونيو إن الدورة رفعت القدرات وتقديم خدمات نشطة مصحوبة بخطط داعيا الدارسين لتفعيل المعرفة المكتسبة. وأشار الدارسين إلى أهمية الدورات المهنية المتقدمة على المراحل المقدمة على مراحل في حياتهم اليومية، مناشدين ترقية تلك الدورات وتقديمها لكافة الأعضاء. جرت في مديرية السجنيتي عملية إحراق مواد استهلاكية ومواد نظافة منتهية الصلاحية تم ضبطها في المتاجر. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد كيروس كفل يوهنس أن المواد التي شملت البسكويت والحلويات والعصائر والمربى والمياه المنقاة والصابون قد ضبطت بتعاون مكتب القانون والنظام ومحصلي الضرائب. وقال عضو مكتب الصحة البيئية السيد حمد حامد أن المواد المضبوطة تحدث الأضرار الكبيرة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، داعيا البائعين والمشترين لتوخي الحذر. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أصيب جندي سوري بجروح خطيرة جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاط قرب دمشق وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه جولان السوري المحتلة مستهدفا بعض النقاط جنوب غرب دمشق.
وأدى القصف إلى إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية وفق المصدر. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تقرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولة إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. لغى أكثر من 100 شخص مصرعهم جراء قارب في نهر في نيجيريا كان ينقل عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت الشرطة وسلطات محلية. وقالت شرطة ولاية كواري حيث وقع الحادث أن القارب النهري كان ينقل الركاب من ولاية النيجر المجاورة دون إعطاء تفاصيل عن سبب غرقه. وأضافت: لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية، ما يعني أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى. وقال مكتب حاكم ولاية كواري أن الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف ولاية النيجر إلى منطقة بتاغي في كوارا. وتعد حوادث القوارب النهرية شائعة في نيجيريا، وعادة ما تكون ناجمة عن الحمولات الزائدة أو سوء الصيانة أو تجاهل قواعد السلامة والفيضانات القذرة خلال موسم الأمطار. ألقت الشرطة اليابانية القبض على عنصر في قوات الدفاع الذاتي يشتبه بشبه الشروع في القتل بعد حادث إطلاق نار أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل. ونقلت وسائل الإعلام اليابانية عن وزارة الدفاع اشتباهها بقيام العنصر الذي يبلغ من العمر 18 عاما بإطلاق النار من سلاح آلي، ما أسفر عن مقتل 2 عندما فتح مجند النار في ميدان الرماية في جيفوا بوسط البلاد. وأوضحت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وجرح 2 آخرين. وأعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية في وقت لاحق التأكيد من وفاة شخص آخر من المصابين ال3 بالرصاص. وذكر المتحدث باسم الحكومة أن مشتبها به اعتقل، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. تم إجلاء أكثر من 40,000 شخص في الهند وباكستان مع اقتراب إعصار بيغوي جو مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 150 كيلومترا في الساعة على ما أعلنت السلطات. وعلى سواحل ولاية غواغاري طلب من الصيادين عدم دخول البحر، حيث من المرجح أن يتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار قرب الميناء. وقام خفر السواحل الهندية بإجلاء 50 من أفراد طاقم سفينة تنقيب عن النفط كانت تواجه العاصفة. وأشار سلطات ولاية غواري إلى أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مع اقتراب الإعصار أودت بحياة 3 أشخاص، طفلان قضيا بانهيار جدار وامرأة بسقوط شجرة، وأن حوالي 1.6 مليون شخص معرضون للخطر. في باكستان قال المسؤولون في منطقة بيداغاشا نوا أنه تم إجلاء ما بين 22,000 و 23,000 من سكان القرى الساحلية إلى المناطق الداخلية، وتم إيواء 10,000 من الأشخاص في ملاجئ مؤقتة أقيمت في مدارس المنطقة. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. دورة تدريبية لأعضاء وزارة الإعلام. نمو أعداد المتبرعين بالدم في مصوع. عمليات جراحية ل75 مواطنا حول زرقة العين في صرونا. ضربات جوية إسرائيلية قرب العاصمة السورية دمشق. غرق 103 أشخاص في انقلاب قارب بنيجيريا. مقتل جنديين والثالث بحفلة خطيرة باليابان بإطلاق نار للجيش. انتهت وصلنا إلى نهاية النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.